ويطلب من كل صحفي قادر يكتب مقال أنه يكتب مقال يسيء إلى المغرب. أكثر من هذا غتلاحظ معايا بأنهم جندوا اللي كنسميوهم حنا مغاربة ديال كنسميوهم أنا معارضة الكرتون. جندوهم وشناهم على قنوات النهار وغيرها، وداروا قنوات اصبحوا كيردوا علينا حنا، بمعنى مغاربه هادو كيعتبروا راسهم معارضين بين مزدوجتين، كنقولوا حنا اللي ضوبل في الكليه كيخرج برا ويولي معارض. منهم واحد مطرود كاع من الكليه. قضيه البروباغندا الجزائريه لسنا نحن من يقول، كانوا الناس كيعتقدوا باننا حنا اللي كنقولوا هذه المساله. صحيفه امريكيه خرجت منذ ايام تقول بان الجزائر كدير حرب ديال البروباغندا على المغرب في جميع المجالات. انا اعطيك مثال بسيط الان، انه الجزائريين في واحد المرحله الجيش يطلب من كل الصحفيين الجزائريين الموجودين في القنوات التلفزيونيه انهم يهجموا على المغرب، ويطلب من كل صحفي قادر يكتب مقال انه يكتب مقال يسيء الى المغرب. اكثر من هذا غتلاحظ معايا بانهم جندوا اللي كنسميوهم حنا مغاربه ديال كنسميوهم انا معارضه الكرتون. جندوهم وشناهم على قنوات النهار وغيرها، وداروا قنوات اصبحوا كيردوا علينا حنا، بمعنى مغاربه هادو كيعتبروا راسهم معارضين بين مزدوجتين، كنقولوا حنا اللي ضوبل في الكليه كيخرج برا ويولي معارض. منهم واحد مطرود كاع من الكليه وكيهجموا كيردوا علينا حنا. هذه حرب كتجري، ولكن لاحظ معايا بانه بالنسبه للمغرب على المستوى الرسمي لا يرد على الجزائر. هنا غنجيو المبادرات. المغرب انه كيرد الرسمي يرد على الجزائر بمبادرات، مثلا مبادرات كبرى تحديث تحول في المنطقه. اليوم حنا في هذا اللقاء كنناقشوا المبادره الاطلسيه الافريقيه، هذا تحول كبير. غتلاحظ معايا بانه اربك النظام العسكري، ما عرفش فين يصد. النظام العسكري ما بقاش عارف فين يصد، لانه هذا فيه الدول الافريقيه اللي كاينه على المحيط الاطلسي زائد دول الساحل. الى شافوا على مستوى اوروبا كاين تكامل مع اسبانيا، هذا ملف اخر، وكيشوفوا الطلب ديال الدول على هذه المبادره وكيفاش كيتحول المحيط الاطلسي. هنا الجزائر كتحس بانها في المرحله ديال العزله. واش الجزائر هذا الشيء اللي كدير الجزائر سيؤثر؟ لا اعتقد بانه سيؤثر. الدليل على ذلك بداو في اخطاء. من الاخطاء المضحكه هذه المساله اللي هي سموها ما يسمى بمكتب تمثيليه الريف. كتعرف المفهوم ديال المكتب ماذا يعني؟ المكتب عنده دلاله شيعيه اولا، كتسمع بمكتب الصدر وغيره. ثم انه لاحظوا معايا تصادف هذه المساله تصادفت مع وجود الرئيس الايراني في الرئيس الايراني في الجزائر. هذا جانب. ثم الاشخاص اللي جاوا منهم هادو المغاربه اللي كاينين في بلجيكا جابوا هذه المجموعه هذه. الا تبعنا الملفات ديالهم غنلقاو منهم، كنعرفوا هذه المساله هذه. هذه القضيه ماذا تعني؟ كتعني بانه خطا اللي ارتكبه النظام العسكري اولا وضحوك امام العالم. جميع الاساطير اللي كان كيتحدث عليها دابا الان ماتت، لدرجه ان البوليزاريو براسو انه انتبه وقال بان هذه العمليه تعني بان البوليزاريو انتهى. البوليزاريو براسو كيقول هذا الشيء اللي داروا النظام العسكري ان البوليزاريو انتهى. ولكن السؤال علاش دار النظام العسكري هذه المساله؟ دارها لانه يعرف جيدا بان البوليزاريو مشى وان ملف الصحراء حسم، وانه الان اللي غيتفتح الملف هو ديال الصحراء الشرقيه المحتله. لانه لا رجعنا النزاع، لا رجعنا من 1963 وحنا جايين غنلقاو بان السبب ديال المشاكل كلها اللي خلقات الجزائر هو الملف ديال الصحراء الشرقيه المحتله. لانه لحد الان حنا كنقولوا بالحدود الحقه، ما عندناش حدود مع الجزائر، وهذا الملف كيرجع الان الواجهه وسيعود. لهذا هذا التحول اللي كيجري العسكر لا يعرف الى اين يتجه، لدرجه انه الان العسكر ما عرفش اش يدير، ما عرفش كيأثر حتى. لان كنعرفوا المغرب هو ورقه تستعمل في الداخل، بمعنى ورقه كتستعمل في الداخل الجزائري. فخذوا الورقه ديال البوليزاريو، ارتكبوا خطا الان في هذه المساله ديال هذه اللي سموها هما تمثيليه الريف. هذا خطا قاتل، خطا قاتل. ثم انهم كيحسوا بانه كاينه عزله، بداو الان كيفكروا شنو باقي امامهم، وشنو هي طبيعه الاوراق اللي غيلعبوا امامهم. ما كاين والو، الى درجه ان الانتخابات الرئاسيه ما قادرينش يمشيو لها. اذا راه نظام كينهار من الداخل. انضم لنا الان واشترك في القناه للحصول على صدى اخبار مملكتنا.